السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصفة جديدة. أنا مش هاعرف أقول لكم سريعة بس بصراحة لو عملتوها بالطريقة دي هتاكلوا شوية كشري عمركم في حياتكم ما كلتوه ولا دقتوه في حتة برا خالص. الكشري بتاعي في حتة تانية خالص. أول حاجة هنسمي الله وهنبدأ ننزل مية على النار في حلة كده كويسة كده تقدر تاخد شوية الكشري بتاعنا. أول ما المَيّة تغلي هتبدئي بقى تحطي كل المكرونات اللي أنتِ عايزاها، الأشكال بقى اللي أنتِ عايزة تعملي فيها بيها الكشري. مكرونة بقى اللي هي نسيبها بقى تستوي على النار كويس أوي، وبعدين معانا بقى كسرولة تانية كده فيها شوية مَيّة بحمص الشام بتاعنا، وهنسيبه إن هو يدخل في نُص سِوَى كده. وطبعًا الكشري يعني بصل كتير، نقطّعه بقى جوانح كده زي ما أنتم شايفين، وهنبدأ آآ نحمّره، هنحمّره بقى ندّي له لون أحمر كده. دلوقتي حمص الشام على النار داخل على السِوَى، فهابدأ أنزّل عليه العدس، وحطيت شوية ملح، وهاسيبه برضه العدس يستوي. هاعمل شوية رُز صغيّرين بقى كده، حطيت شوية زيت ونزلت بشوية شعرية، هاحمّر الشعرية وفي حلة تانية هاحط شوية زيت وشوية ملح على الزيت وشوية كمون وشوية فلفل أسمر ونص مكعب مرقة دجاج. طبعا المكرونة استوت فأنا غسلتها كويس أوي وصفيتها. هبدأ أنزلها في شوية الزيت بالتوابل دول وهديلها تشويحة وكده يكون المكرونة خلصت. كده هيبقى فاضل بس كده الكشري خلص، بس شوية بقى ايه الحبشتكنات اللي بتتحط على وش الكشري اللي بتخليه كشري بقى. دلوقتي كده انا شوحت المكرونة كده خلصت. الشعرية بقى كده اتحمرت، هنزل عليها بشوية رز صغيرين. الشعرية زي ما انتم شايفين اكتر من الرز، ونزلت بنص مكعب مرقة الدجاج التاني وزودت شوية مية صغيرين كده، ويبقى كده الرز برضو استوى. في حلة تالتة هنجيب شوية زيت ونحط فصين توم كده مهروسين، وابدأ ان انا احمر التوم دول. التوم ده لما يدخل يعني على صفار كده او يعني ما ادلوش لون قوي، يعني خليه فاتح كده اكنك بتعملي بتخدعي لاي حاجة. يبقى التوم يصفر بس كده وانزل بصلصة الطماطم على طول، وبرضو هاسيبها تستوي وكده يكون الرز برضو خلص. وما شاء الله بصوا مفلفل والشعرية مدية لون جميل، وعملنا شوية سلطة لزوم الكشري. هنيجي بقى في طاسة كده حطينا شوية زيت وعليهم شوية كمون وشوية ملح، شوية كمون صغيرين وشوية ملح. هنعمل ايه بقى؟ هندي تشويحة للعدس حمص الشام اللي احنا سويناه. بعد ما سلقناه هنديله تشويحة. مش عارفة اقول لكم الريحة ولا الطعم. انا باكل العدس ده كده وباكل العدس بالحمص الشام ده بعد ما اديله تشويحة كده، باكله بالمعلقة كده من كتر ما طعمه في منتهى الجمال. بصراحة الكشري ده لو عملتوه بنفس الطريقة دي هتحسوا ان انتوا كلتوا كشري غير اي كشري انتوا كلتوه بره خالص او جوه برضو. آه رابع حاجة بقى هنعمل شوية دقة بقى كده تتحط على الكشري. معانا فصين توم ومعانا ملح وكمون وفلفل اسمر ونص ليمونة عصرناها، وهننزل بمعلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة قوي من الخل، او على حسب بقى الكمية اللي انتوا هتعملوها. انا بعمل بس ايه كوباية كده او نص كوباية من المية على قد الكشري اللي انا عاملاه. شوفوا دول نص كوباية من المية اهيت، حطيتها بقى على الخلطة الجميلة دي بقى كده، ملح كمون فلفل اسمر ليمون خل توم. دي بقى المفروض ان احنا بنعمل دقة حراقة علشان اللي عايز الكشري بقى سبايسي. فحطوا
حطي بقى بصي يعني كشري يعني فيها ايه يعني ما 5 6 7 حلل بس يطلع بالطعم اللي انا نفسي اوصله لكم. فيها ايه يعني ما نعمل الحلل دي كلها. دقة بقى بصوا شكلها. الكشري ما شاء الله طلع وحطيناه بقى على الوش كده. كل حاجة من الحاجات اللي احنا عملناها دي حطيناها على الوش. بصراحة مش قادرة اقول لكم بقى على الريحة ولا الطعم ولا ايه ولا لازم تدوقوه لازم تدوقوه بالطريقة دي. بألف هنا وشفا اللي هيجربوا ان شاء الله. يا رب لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك حلو كده وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوف القناة بتاعتي، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي. وأشوفكم في فيديو جديد وباي باي.